كل ما بحس ان الحياه ضغطتني او بحس ان انا مضغوطه او محتاره او تايهه ونفسي في حاجات ان انا احققها وشويه بحس ان هي صعبه، دايما بفتكر ان الحياه زيها زي السلم بالظبط. مهما كان السلم طويل فاكيد له نهايه، وكل ما بناخد فيه سلمه بنيجي في الاخر بنوصل لنهايه السلم. فدايما بشوف الحياه كده. المقولة دي دايما كده بتديني أمل وتفاؤل، وإن أنا أشبه الحياة كده بالسلم، وخطوات الحياة وتعب الحياة بإن هي عبارة عن سلمة، وإن إحنا ناخدها واحدة واحدة. فأكيد هيجي يوم وهنوصل لنهاية الطريق، أو هنوصل لنهاية هدفنا، لنهاية الصعوبات، لنهاية المشاكل اللي إحنا ممكن نكون بنتحط فيها. وإن مفيش حاجة بتخلص مرة واحدة أو بنحققها مرة واحدة أو بتنتهي مرة واحدة. دايما المقولة ديت بتلمسني لما بتكون حاجه واقفه عليا او عايزه حاجه تديني طاقه، تديني حماس وتشجعني. فدي اكتر مقوله انا بحس ان هي فعلا بتشبه الحياه. اكتبوا لي في الكومنتات اكتر مقوله بتحبوها، او اكتر حاجه بتحسوا ان هي بتديكوا امل وبتديكوا طاقه كده، وبتحسسكم ان مفيش حاجه اسمها مستحيل ومفيش حاجه بعيده، وان اي حاجه ان شاء الله هنقدر ان احنا نوصل لها. طبعا كله بامر الله، ولكن احنا علينا السعي، واللي له نصيب في حاجه اكيد طبعا بيشوفها. انتوا حبايبي يا رب تكونوا بخير، عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. النهارده بقى يوم كله حماس كله طاقه. نهوده من ساعه ما صحت ما بتعملش غير حاجتين: بتشرب قهوه وبتدي لنفسها طاقه. بجد اكتر شهرين عدوا عليا صعبين قوي، شهر 7 وشهر 8 من الشهور اللي طاقتها بالنسبه لي كانت وحشه قوي، واصعب شهرين عدوا عليا في السنه كلها على بعضها. حاسه ان مش هيجي اصعب من كده وربنا يستر. يعني انا بصور لكم الفيديو ده واحنا في اخر شهر 8، فاتمنى من كل قلبي ان شهر 9 يكون شهر خير وشهر كده طاقته حنينه علينا. ولان اي حد بقول له نفس الكلام ده بيقول لي انا كمان حاسس كده. فحاسه ان هي طاقه عامه على اغلب الناس، ان هي شهور تقيله. حتى انا كنت بسمع فيديو كان حد بيتكلم عن الشهور دي ان هي من الشهور التقيله على اغلب الناس. بصحى من النوم من غير اي حاجه ومن غير اي احداث ومن غير ما اعرف اصلا اليوم في ايه ولا هعمل ايه. قايمه من النوم حاسه ان انا وشي مكشر كده لوحده، مش عارفه في ايه بجد والله، وده مش طبيعي اصلا. فقررت النهارده قلت لا، نهوده لازم ترجع. حتى لو في طاقه وحشه احنا لازم نقابلها بطاقه كويسه. فمن ساعه ما صحيت بعمل حاجتين: بشرب قهوه، والله العظيم بدي لنفسي باور وحماس وتشجيع يلا يا نهوده، عاشت نهوده. لحد ما قمت ولبست وقررت ان انا اقوم اصور معاكم فيديو واشوف كمان اللي ورايا حاجات كتير عايزه اعملها. ورانا ترند حلو عايزين نصوره النهارده مع بعض، اكله طالعه ترند والكل بيتكلم عنها، والناس بتقول كويسه والناس بتقول مش كويسه. فهنشوف مع بعض هنعمل ايه. واللي خمن الترند من قبل ما يجري الفيديو يكتب لي في الكومنتات نهوده هتعمل ايه. النهارده بقى فيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها: الحماس، التشجيع، الروتينات الحلوه اللي كلها طاقه حلوه كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ويومنا ماشي ازاي. هشارك معاكم لحظه بلحظه. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده ما تنسوش نعمل لايك على الفيديو، واللي مش مشترك في القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نكمل الشغل اللي ورانا. يلا. الريسبشن اكتر مكان بنقعد فيه ناكل بقى ونشرب ونحكي ونسمع تلفزيون، فاكتر مكان بيتبهدل، مش متبهدل قوي يعني، يا دوب محتاج بس ترويقه كده ويتكنس. بطاطس تقريبا بيغير شعر اليومين دول، شعره مبهدل الدنيا مفيش فيه فايده. بدات كده اول حاجه لان انا كنت ناويه ان انا ارتب الريسبشن النهارده. هو متنضف تنظيفه عميقه، محتاج بس هو يتكنس ويتمسح، اللي هو الترويقه العاديه اللي هي بتاعت كل يوم تقريبا. فانا كنت مقرره ان انا هنضف بقى الريسبشن، والسلم بقاله كام يوم ما اتكنسش فكان شويه مطرب. بدات بيه كده بحيث ان انا لو ما نضفتش السلم ونضفت هنا السلم هينزل التراب، طبعا طالعين نازلين طول اليوم فهيبهدل الدنيا تحت، فكان لازم ان هو يتنضف الاول. الدور اللي فوق الحمد لله متنضف. قولوا لي يا حلوين، عشان في كام حد كده كان علق على موضوع الاضاءه في الفيديو اللي فات، المقطع اللي فات اللي هو قبل ده بالظبط، وانا برتب الكنبه كنت عاملاه على الاضاءه اللي هي الدافيه بحيث ان هي تبقى مريحه للعين. دلوقتي انا غيرت الاضاءه خليتها على الابيض، فقولوا لي ده الاحسن ولا اللي قبلها عشان اكون عارفه، بحيث ان عينيكم تكون مرتاحه وانتوا بتتفرجوا على الفيديو.
انا من الناس اللي لما بتشتغل شغل البيت وهي متضايقه او متعصبه، اول حاجه بتعمل شغل حلو قوي، بتقن الشغل، بحس ان انا بعمله بضمير. وحاجه تانية بحس ان انا لو كان عندي طاقه سلبيه او متعصبه او مخنوقه، بعد ما بخلص، اي نعم الواحد بيكون هلك وخرج طاقته كلها، بس بحس ان انا ارتحت نفسيا كده، والطاقه السلبيه اللي عندي كلها راحت. وبحس كمان حاجه ان انا بتفادى ان انا اقع في غلط بجد والله العظيم، اللي هو انا خرجت طاقتي في حاجه مفيده اكتر ما خرجت طاقتي ان انا اتعصب مثلا او اتضايق او اقول كلام ارجع تاني اقول ايه اللي انا قلته ده، ولا ايه اللي انا عملته ده، ولا ما كانش وقته او الموضوع ما يستاهلش. فبحس اللي هو كده انت تفاديتي خطأ كبير يا بنتي، انا هو تفاديتي ان انت تدخلي نفسك في غلط. اكتبوا لي كده في الكومنتات، انتوا من الناس دي ولا بتخرجوا طاقتكم في حاجه تانية؟ خلاص كده هنكنس الارضيه ويكون الريسبشن بقى زي الفل. طبعا لسه هنديله مسحه. الحمد لله خلصت الريسبشن، واختكم اي نعم نفسها اتقطع بس كنست ومسحت. خلصت لسه بس شويه تلميعات كده بسيطه اخلصها، بس قلت اجي اروق المطبخ كده، يعني في شويه شغل عايزين يتعملوا. نادرا لما بسيب مطبخي مش متروق، هو يعتبر مش مكركب قوي ومش متروق قوي، عارفين اللي هو في النص كده. كان باقي كام طبق من امبارح. لما بكون سايبه اطباق من امبارح انا بكون واصله لاقصى مراحل التعب وعدم الطاقه وعدم الشغف. من النوادر لما بسيب مطبخي بايت مش رايق، يعني عادي ممكن اسيب الريسبشن مش مترتب، اسيب اي حاجه تانية، لكن المطبخ بحب دايما ان انا انام اسيبه مترتب جاهز، بحيث ان انا اصحى الصبح ما اضيعش طاقتي في المطبخ، فاهمين؟ فقمت كمان الصبح فطرنا وشربنا قهوه مش عارف ايه، فجمع شويه اطباق كده فارتبها ولمع البوتاجاز واخلص كل الحاجات دي. وكمان اصلا انا بصور لكم الفيديو ده وحوده عنده مشوار في المنصوره، فهو فطر الصبح وقام اتوكل على الله راح المنصوره وهيرجع في نفس اليوم. فانا قلت بصراحه استغل اليوم كده، اشوف الحاجات اللي ورايا، اخلص كل الشغل اللي ورايا، بحيث ان بكره يبقى اليوم كده رايق وحلو. وكمان اعمل معاكم التجربه بتاعت النهارده عشان لو فشلت تبقى بيني وبينكم، وحوده يبقى متفرج بس. عندي كده شويه اطباق فاطلع بقيه طاقتي اللي لسه موجوده اطلعهم في الاطباق دي. اغسل كده الكوبايات الاول. الرغاوي دي بحس ان هي كده بتغسلني من جوه، على قد ما فقره الاطباق دي ما بتخلصش طول اليوم عندنا غسيل اطباق او كوبايات او كده، بس من الفقرات المحببه بالنسبه لي. للامانه انا استغلت ان حوده طول اليوم مش هيبقى هنا وهيتغدى بره اصلا، فقلت بدل ما اقعد اقضيها سندوتشات او اقضي اندومي او كده، قلت يا بنتي انا هدى ما تقومي تجربي الترند كده بتاع الكريب اللي هو الفطيره اللي بيبقى سائل ويتحط كده في الصينيه ويدخل الفرن، بيطلع بيقول لك احلى فطيره بتاكلوها في حياتكم. في ناس قالت حلو، في ناس قالت وحش، وفي ناس قالت واو واختراع وتحفه، فانا قلت اجرب معاكم. ولان لو حوده هنا والترند طلع مش حلو او الاكله طلعت مش حلوه، فكنت هضطر ان انا هرجع اطبخ تاني. لكن بما ان انا بجرب الترند فانا هتحمل اخطائي، حلوه هاكلها وحشه هاكلها وهقول لكم رايي بامانه. فقلت اجرب معاكم ونشوف هي فعلا لو حلوه هتبقى سهله وسريعه، لان ما بتاخدش حاجه وبتمشي معاكم باي مكونات ومفيش بقى عجن ولا اي حاجه من الحاجات دي. فيلا بينا نبدا نجهز واحده واحده كده في المكونات. ان شاء الله مش هتطلع سيئه باذن الله، يعني اكيد يعني ممكن ما تبقاش واو بس ممكن تبقى عاديه يعني. فانا هعمل كده شويه ستريبس مش هكتر، بس عشان يبقى طعمها لذيذ كده اللي هو هنحاول نجملها. هحط كده كام واحده ستريبس. على ما الفراخ تستوى كده قلت اكمل الحاجات اللي بقالي في الريسبشن، بحيث ان احنا نكون خلصنا الريسبشن خالص. باقي بس ايه شويه التلميعات، لمعت الترابيزه اللي هناك عند الركنه، المرايه دي كده عايزه تتلمع. الجزامه دي حلوه قوي، بس عايزه اقول لكم ان هي لو كانت معموله وليكن عموله او متوصى عليها ان النجار يعملها، كان بس اللي هي العلبه دي كانت تبقى اوسع شويه، كانت هتبقى افضل. هي بتاخد كميه كبيره، بس عارفين الكوتشيات اللي هي
بتاعه حوده، عشان هما طبعا الرجاله مقاساتهم بتبقى اكبر، فتحسوا ان هي الكوتشي ما بيتحطش مظبوط كده، عايز يتحط بزاويه او عايز يتحط بدل ما يبقى بالطول كده عايز يتحط بالعرض، فبتاخد مساحه اكبر، فكانت محتاجه ان هي كانت تبقى يعني زايده كام سنتي لقدام شويه وكم طول شويه وعرض شويه، كانت عايزه تزيد شويه يعني، بس مجملا حلوه قوي، مكانها شيك في الريسبشن قوي. بس كده خلاص نضفنا. عايزاكم تقولوا رايكم، وبصراحه الفتره الاخيره اي لبس بشتريه اوفر سايز، واقع في غرام الاوفر سايز الفتره الاخيره دي، فجت عليا فتره حاسه ان انا بتخن وانا مش حاسه ليه. اللبس التاني كنت بحس اذا كان ضيق عليا او واسع او كده، فكنت بحس انا تخنانه او مش تخنانه. لبس الاوفر سايز ده الواحد مهما بيتخن مش باين عليه، ومهما بيرفع هو نفس الشكل، فحاسه ان الاوفر سايز ده هيبقى مشكله كبيره، هنتفاجئ ان احنا بقينا قد كده، هنتصدم صدمه كبيره. قولوا له ايه رايكم في الستايل ده عليا؟ حاساه مريح قوي وعاجبني ولذيذ كده وشيك. جبت منها الاسود ده وجبت منها واحد كمان ابيض، بلبسه كده في خروجات معينه عشان مش بيستحمل، بس مجملا حبيت قوي الستايل ده وحاساه لذيذ كده وحلو. يعني قولوا لي كده رايكم ايه. اخر حاجه محتاجه تتعمل، الشجره دي طربت طبعا عشان كنست فجاه على التراب، ننضفها كده. بعد ما انا نضفت الشجره بجيب كده المعطر برش عليها كده، بتفضل ريحه المكان حلوه قوي، بيفضل كده المعطر لفتره طويله، فلو مش بتعملوا الحركه ديت اعملوها. وطبعا رشيت على الستاير، على الركنه، اي قماش، اي زرع، اي حاجه عندكم في المكان كده اعملوا عليه نفس الحركه ديت، هتحسوا المكان كده دايما ريحته حلوه. هنحتاج في الاكله دي فلفل اخضر بقى، فلفل الوان، انا هحط كمان فلفل سبايسي عشان انا بحب الحاجه تكون سبايسي. كان عندي فلفل الوان بزياده بصراحه في الثلاجه، كنت جبت مرتين ورا بعض قلت هيبوظ، فانا هاخد منه اللي انا هحتاجه للاكل اللي انا هعمله، اغسل الباقي كده واقطعه بالمره بدل ما انسى او انشغل، لان بدا يدبل كده فقلت خساره، فاقطعه كده واحطه في الفريزر في علبه يبقى عندي على الاستخدام، حرام نسيب الحاجه تبوظ. بعمل كده سواء في الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر العادي. اكون مثلا بعمل صينيه بطاطس باللحمه، بعمل اي اكل بحتاج احط فيه فلفل مكرونه، اطلع اخد من اللي في الفريزر، والتاني ده على قد السلطه، او مثلا بعمل بيض كده يعني. فانا اقطع الكميه كلها، اخد من اللي انا محتاجاه للاكل بتاع النهارده. يلا بينا نشوف المكونات مع بعض. المكونات بتاعتها سهله قوي ونفس مكونات الكريب. يا رب الوصفه تنجح، لان انا بعملها كانها تنجح بالظبط، وحاطه لها شويه تاتشات كده وتحابيش هدى بتحبها، ولو نجحت هتبقى خطيره. هعتمدها على طول واعملها واحطها في الثلاجه، تبقى مثلا فطار، تبقى عشاء، تبقى يا دوب على التسخين كده، تبقى حلوه قوي وفكره سهله وسريعه. هنحتاج كده كوبايه دقيق، وبنفس الكوبايه ديت هنعاير بيها كوبايتين من الحليب. هنحتاج ربع كوبايه زيت، دول اخر شويه زيت عندي فانا هعتبرهم ربع كوبايه زيت. ممكن ازود زيت زيتون بس انا هعمل بكميه الزيت دي بس كفايه. ومعايا هنا بيضتين، في ناس على نفس المقادير دي استخدمت 3 بيضات، وفي ناس استخدمت بيضتين، فانا هستخدم بيضتين، حاسه ان هم كفايه قوي على الكميه دي. حطيت على البيض معلقه خل صغيره بحيث ان ريحه البيض ما تبقاش ظاهره، وهنحط ملح وفلفل اسود. كل المكونات دي في الخلاط واضرب ونشوف هتبقى النتيجه عامله ازاي. بصور فيديو للتيك توك هناك بينزل حاجات سريعه، تابعوني هناك هتلاقوا اللينكات في اول كومنت مثبت. نحط البيضتين عليهم كوبايه الدقيق، بنفس الكوبايه هنحط كده كوبايتين اللبن. هما اي نعم اخر شويه زيت بس طلعوا ربع كوبايه بالظبط. ونخلط بقى بسرعه، ننزل الدقيق كده من الجنب عشان تبقى معموله كويس. كنت هنسى احط رشه الفلفل والملح. الصينيه اللي هنسوي فيها حطيت فيها كده ورق الزبده، خطوه مهمه علشان يعني في ناس اشتكت منها ان كريب البيتزا او كريب الفطيره اللي احنا رايحين نسويه ده بيلزق في ورق الزبده، فاحنا هنعمل ايه احتياطي نحط رشه زيت. اي نعم هي فيها زيت بس هنحط كمان رشه زيت كده، ندهن الورقه دي بالزيت علشان نبقى اتاكدنا ان مفيش حاجه هتلزق مننا، او نبقى تفادينا الاخطاء اللي الناس وقعت فيها. خلاص كده جهزنا الصينيه، نجيب بقى الخليط بتاعنا وهنصفيه عشان لو في تكتلات او في اي حاجه تعدي من المصفى الاول، ونقول بسم الله. مش عارفه الميه السائله ديت هتستوي ازاي،
شكل كده ربنا يعوض علينا من المكونات اللي احنا هنحطها. ارجعها في الشفشه او احط عليها معلقتين دقيق كمان بحيث ان هي تجمد اكتر. مستحيل دي هتستوي كده، مستحيل بامانه. هنا كده قطعت الستريبس وقطعت لانشون، قطعت فلفل حامي والفلفل الالوان اللي قطعناه مع بعض. دي المكونات اللي انا هحطها. زودوا اي مكونات عندكم. بسم الله. نحاول نوزع بقى كده، ربنا يستر وتطلع حلوه، لان بجد هزعل. الناس كلها بتعملها بحاجات من التلاجة او حاجات بايته بحيث ان هي لو باظت او كده ما يزعلوش. انا كنهوده مكلفه عليها اللي هو لو باظت عشان ازعل قوي. بجد ما شفتش في نصيحتي ولا في شطارتي. انا فعلا كنت عملتها ميكس جبن وخلاص. ان شاء الله ربنا هينصفني وهتنجح. طب والله قلبي واجعني على المكونات اللي انا حطيتها. حاسه ان انا اتهورت سيكا يعني. هحطها في الفرن بقى واقول لكم النتيجه هتبقى عامله ازاي، وربنا يستر وتنجح. بس هسخن الفرن الاول وبعدين هدخلها. عارفين انتوا المثل اللي بيقول الناس خيبتها سبت وحد وانا خفتي وما ردتش على حد؟ ده اختكم نهوده. الفرن فجاه خلص غاز مع ان كان شغاله زي الفل وطبخه عليه امبارح وما كانش فيه مؤشر واحد ان الغاز هيخلص. اختكم نهوده مش هحتاس بعد ما حطيت البتاع في الفرن 5 دقايق بس يا تطسي الغاز فصل. فيا رب ما تبصش، يا رب ما تتاثرش. تيجي نصيحه اختكم نهوده بقى ايه؟ اتعلمي انك تعملي كل حاجه. الدلع حلو وان احنا نعمل نفسنا ان احنا ما بنعرفش نعمل حاجه علشان جوازاتنا يساعدونا، ده شيء مطلوب وجميل، بس خلي جواكي كده مهارات ما تطلعش الا وقت الشده. علشان موقف زي ده كنت هحتاس بجد والاكل كان هيبوظ. فلازم نكون بنعرف نعمل كل حاجه في بيوتنا. يا مسهل الحال يا رب. الموضوع بسيط الحمد لله. ده انا كويس اصلا ان انا قمت ابص كده على البوتاجاز، لان في مشكله زي ما انتم شايفين سنداه كده بالكرسي. لولا ان انا قمت اشوف الكرسي اتحرك من مكانه او كده كنتش اعرف ان الغاز خلص، وكنت اسيبها لحد اما تبوظ. الله تكون بستك. بس بنحاول. خلاص شغلت الفرن وربنا يستر وما يكونش الفطيره اللي احنا بنعملها دي او الاكل ده يكون باظ، لان هزعل بجد قوي. حاجه ما كانتش في الحسبان يعني، تبوظ كطريقه شيء وان هي تبوظ عشان الغاز ده شيء تاني خالص. فان شاء الله خير. الريحه طالعه خطيره. تقريبا اخدت حاجه و20 دقيقه، مش متذكره الصراحه لان ما كنتش حاسبه، بس حوالي من ربع ساعه لحاجه و20 دقيقه يعني. بس بصوا الشكل عامل ازاي، والله شكلها تحفه، انها بيتزا بالظبط. فيا رب الطعم يطلع حلو. تعالوا نشوف كده. بسم الله. حاساها تبقى لازقه، نقطعها كده شرايح. هل هتنجح ولا فشنك؟ احساسي بيقول ان هي تكون فشنك يا ولاد. استنى. بسم الله. لازقه برضه. سخنه موحوحه ولازقه. طب انا احلها ازاي دي؟ طعمها حلو. بصوا بما انها مش قادره تطلع قطعه على بعضها، طعمها حلو بس هي مش بترول زي ما شفت في الفيديوهات ولا طلعت معايا قطعه. فيمكن محتاجه ان هي تبرد مثلا عشان تمسك اكتر فتترل مثلا، ممكن. وبرغم ان انا دهنتها زيت الا انها لازقه. طعمها حلو. انا جوعانه. هتدوق بطاطس هيدوق. وبس كده يا حلوين، دي كانت التجربه اللي احنا عملناها مع بعض. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم كانت حلوه ولا لا وتستاهل ولا ما تستاهلش، بس لما تبرد شويه عشان ما اظلمهاش. مش تقول لهم ازيكم عاملين ايه وحشتوني؟ مش تقول لهم. وبس كده يا حلوين، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اختكم نهوده خلاص فصلت وجعانه قوي، فهروح كده اظبط الاكل بتاعي واشوفكم ان شاء الله على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اذا الفيديو عجبكم، وهسيب لكم في اول كومنت مثبت كل اللينكات بتاعه المنصات التانية، واشوفكم على خير باذن الله. باي باي. تدوق. خدي حته.